رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا هنفطر ايه النهاردة؟ تعالوا معنا نشوف المكونات وتقدروا تقولوا لي هنفطر ايه النهاردة. عبارة عن شعرية ومية وسكر وزعفران وهيل وحاجات حلوة. أنا بحب استعمل نوع الشعرية دي، أو انتم ممكن تستعملوا أي نوع تاني. عندنا بيض وعندنا زيت وعندنا هيل، ممكن نستعمله بودرة برضو لو عاوزين. وعندنا هنا زعفران يكون حلو، ماركة نظيفة جدا، وكوباية سكر وماء زهر. تمام، هي دي المكونات. تعالوا بقى نشوف الخطوات هنعمل ايه. هنفتح الكيس بتاع الشعرية ده ونكسره كده هوت في الطبق، نكسره شوية كده عشان يبقى صغير. وبعدين هنجيب عندنا هنا طاسة، نحط فيها حبة زيت نحمص كده الشعرية، عشان كده لونها هياخد لون كده بني. نصها بس، نصها نحطه نحمصه ونصها نسيبه. هنشوف هنعمل ايه بعد كده. انا اخدت نص الكيس هنا وحطيت في الزيت وحمصته بالراحه عشان ما تتحرقش. ايوه ما شاء الله، الله اكبر، اللون ده تمام كده وحلو. خلاص، نشيله بقى كده على جنب. وبعدين نشوف الخطوة اللي جاية اللي هنعملها. هنجيب ايه؟ هنجيب حلة صغيرة ونحط فيها مية سخنة. انا عندي مية سخنة مسخناها في الكاتل هنا. احط المية السخنة وبعدين اقلبها كده شوية، واروح حاطه فيها شويه ملح واحط فيها بقى ايه الشعريه اللي انا حمصتها هنا اهوت. شايفينها؟ فاكرين اللي احنا حمصناها؟ ونحط عليها كمان النص التاني اللي هو ما حمصناهوش، عشان يبقى عندنا في الاخر نص لون فاتح ولون غامق. خلاص، نقعد نقلب نقلب كده نقلب كده لغايه ما تبقى طريه كلها وتستوي. ونحطها في المصفى كأن بنصف زي ما بنصفي المكرونه. خلاص كده نحطها على جنب. هنجيب بقى طاسة نضيفة كده اهوت، ونجيب عندنا ماء زهر نحطه هنا في الطاسة، ونحط عليه الهيل، ولو زي ما قلت لكم لو عندكم بودرة يبقى احسن، ونحط عليه الزعفران. اهو كل ما تحطوا اكتر كل ما يبقى طعمها حلو الطبق ده. ها لسه معرفتوش؟ ونحط كوباية السكر ونعمل لها كرملايز كده باللون الجميل ده. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، قولوا ما شاء الله. بعدين ناخدها نحطها، انا بس عاوزه احطها في حله اكبر شويه واحط عليها الشعريه اللي احنا ايه بعد ما حمصناها حطيناها في الميه سلقناها. حطها بقى على الكراميلايز ده، ونقلب كويس 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 ونسيبها على جنب. الحاجه التانية بالنسبه للطبق ده بيبقى فيه بيض. ها لسه ما عرفتوش؟ نجيب بيض على حسب بقى، بيضتين تلاتة اربعة زي ما انتوا عاوزين. ونجيب بولة كده صغيرة وناخد البيض كده اهوت ونكسره في البولة دي. بصوا انا مثلا هنا احتاجت اربعة، فانا هكسر البيضتين دول كده اهوت واروح حطاهم. وبعدين احط عليهم شوية ملح وفلفل واضربهم كويس قوي بحيث الاصفر مع الابيض يختلطوا مع بعض. ونروح حاطينهم في الطاسة التيفال اهي وعلى النار. يعني احنا كده عاوزين نعمل كده زي ايه، قرص اومليت. خلاص، تمام تمام. المهم بعد كده نغطي شوية ونشوفه بعد كده استوى ولا لأ. في ناس على فكرة بيعملوه قرص كده، وفي ناس بيكسروه كده هوت بيبقى حتت صغنونة. يبقى ادي هنا طبق الشعرية، وادي البيض خلص. الحمد لله، القرص الاومليت اهو خلص بقى جميل. ما شاء الله، الله اكبر، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. لسه معرفتوش احنا فين او الطبق ده منين. انا عارفه هو في بلدان كتيره بيعملوه، بس انا النهارده عاملاه قصده بيه بلد معينه قريبه قوي 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 على قلبي. هنجيب بقى طبق التقديم، والطبق الجميل دوت دايما بيدول، يعني الناس يقعدوا يبعتوه لبعض كده هوت في الفطور في المناسبات. وهنحطه جزء كده هوت دوت عشان انا الطبق ده عاوزه ابعته لحد، وهسيب حبه ليا. فطبعا لازم دوت كده اوضبه، احطه واملاه يبقى مليان، واسيب الحبه دول انا هعمل بيهم طبق ليا انا. شايفين؟ ده انا ما سبتش حاجه، ما هو من حلاوتها ما انا بقول لكم. شايفين؟ ادي حطيناها الشعريه. وبعدين نجيب قرص البيض تمام كده هوت ونحاول نحطه عليه. عاوزين تحطوه عليه كده حطوه، عاوزين تقطعوه شرايح تحطوه حطوه اهو. انا نسيت ان انا كنت اخد طبق ليا، اخد بقى كده الطبق واحطه، والبيض اقسمه حبة على ده وحبة على ده. ايه رأيكم؟ طبق جميل قوي 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 ومغذي، وبتاكلوا فيه حلو وحادق مع بعض. نجيب بقى قرص البيض نقصه كده هوت. مهم ان هو من جوه ايه تكون البيضه مستويه قوي، ما يبقاش مثلا ايه البيض فيه ميه كده او مش مستوي. ونحطه في الطبق ونزوقه بطريقه معينه. ونيجي، هو الدلق ده لسه
لسه ما ادانش، قرب يدن. يلا عشان نخلص بسرعة عشان احطه على السفرة، لان انا فعلا عاوزة افطر على الطبق الجميل ده. ونحطه كده اهوت ونقفله وننتظر وقت الفطار. ايه رأيكم؟ اكتبوا لي في الكومنت لو عرفتوا ايه الطبق ده واسمه ايه. ايه رأيكم؟ الأذان هيدن يا جماعة، الأذان هيدن. يلا يلا يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا يا جماعة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نفطر. يا ترى عرفتوا احنا فين وأكلنا ايه واسم الأكلة دي ايه؟ يلا يلا، لو عرفتوا اكتبوا لي في الكومنت وتشوفوا عاوزين نعمل أكلة ايه بكرة بإذن الله، ومن أي بلد، واحنا نعملها بإذن الله. يلا تعالوا افطروا معايا. ما شاء الله، الله أكبر. باي باي.